الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم الأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العسرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأسباع ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الغطاء وغطاء وأنشر من قسية المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف اقدمت حل المسامع بحلاه.
حول الله تعالى وقوة قوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الشريف بعرب شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا، ابن قصي، واسمه مجمع، سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه، ابن كلاب، واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه، ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه، ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه،
وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه، فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سودد وفخار، أنت فيه اليتيمة العصماء، وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه، حفظ الإله كرامة لمحمد أمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه، سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية، وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله، عطر اللهم قبره الشريف بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها
لأنواره الذاتية، وصب كل صب لهبوب نسيم صباه، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات خلالا سندسية، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور الكأس حميا وبشرت الجن بإذلال زمانه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلا حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمداً لأنه ستحمد عقباه. عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه.
ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا بي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. مولاي أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي يا رسول الله، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا رسول الله، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك
مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع مرحبا مرحبا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي مرحبا مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وآله مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وآله مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدام والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وارصد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم يا الله بأنوارك القدسية التي أزحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشفرة الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب آمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال للأخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسرار الشهوات والأهواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظنناه وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية حنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتستر كل منا عيبه وعجزه وحصره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عزت زوراه وتعم جمعنا هذا من خزائن من مناحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقامه ومزية ولكل راج ما أمله فيك رجاه وقد سألناك راجينا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن روعتي وأصل الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا الليلة. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة راخية واسقنا غيثا يعم انسياب سيبه السبسبا ورباه واغفر لنا سج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقله وسكناه واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أساق إليها سمعه وأصغاه.
اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه. ما صنفت الآذان من وصفه الدري بأقرات الجوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.